تعالوا نتعرف مع بعض على تاني خطوة بعد الاناليسيس، بعد ما بنحلل الترانزاكشن، اللي هي الجورنال، اللي هي قيد اليومية. The journal makes several significant contributions to the recording process. يبقى الجورنال ده بيعمل أكتر من significant، حاجة كده مؤثرة جدا، contributions to the recording process، بيأثر على عملية التسجيل. يبقى خلي بالك أهم حاجة هو الجورنال. It disclose in one place the complete effect of transaction. هو مكان واحد بيتحط فيه كل تفاصيل الترانزاكشن اللي حصل، كل الورق اللي يخص الترانزاكشن بنحطه فيه. ممكن يبقى القيد فيه ورق كتير جدا، فكل حاجة بتبقى موجودة فيه. It provides chronological record، يعني بسجله بشكل ايه، بتسلسل معين، بتسلسل زمني، يعني بسجله بتسلسل زمني of transaction. It helps to prevent، بتمنع or locate error، بتساعد على عدم وقوع اي error، اي اخطاء. Because the debit and the credit amount for each entry can be easily compared. انا لازم اقارن الديبت مع الكريدت، لازم الاثنين يتساووا مع بعض. في اي ترانزاكشن، في اي جورنال انتري، لازم الديبت يتساوى مع الكريدت. عملية الجورنالايزنج اللي هو عملية ان احنا نسجل قيد يومية. A complete entry consists of، اي قيد بيتكون من ثلاث حاجات. the date لازم يكون فيه التاريخ بتاع الترانزاكشن. the account and amount to be debited، الاماونت اللي هنحطها في الديبت او الحساب اللي هنحط فيه الديبت، الحساب الخاص بالديبت والحساب الخاص بالكريدت. يبقى لازم يكون فيه date، اهو ادي التاريخ اللي حصل امتى، الترانزاكشن ده حصل امتى، لازم اكتبه. بعد كده لازم اقول الاكونت، اهو الاكونت اللي جاي في الديبت، اهو جاي في الديبت، اهو الكاش جه في الديبت، والاونرز كابيتال حط فلوس فجت فين، في الكريدت. يبقى انا كده لما بصيت على القيد فهمت كل حاجه، وبرفق معاه بقى الراجل ده حط فلوس في الخزنه فخد ريسيت، فبرفق الريسيت دوت هنا في القيد ده. يبقى انا كتبت القيد في تاريخ حصل امتى الكلام ده، في كاش وفي اونرز كابيتال، عرفت الديبت والكريدت. الكاش زاد فجه ديبت، اهو جبناه ديبت، والاونرز كابيتال زادت فجت كريدت اهي. فاحنا عارفين ان الاونرز كابيتال بتزيد بتيجي كريدت. ومثلا اشتريت اكويبمنت، وخلي بالك بكتب ايضاح كمان. الاونرز ايه، ا بريف اكسبلانيشن، اهو اكسبلانيشن اوف ذا ترانزاكشن، بكتب ايضاح. اونرز انفستمنت اوف كاش ان بزنس، يبقى انا بسجل الاونرز استثمروا فلوس في البيزنس. فكده معناه ايه، معناه ان انا كتبت ايضاح، كل حاجه بقت واضحه. يبقى القيد ده هيترفق معاه ايه بقى، هيترفق معاه ان الراجل ده حط فلوس فخد ريسيت ومضى ان هو حط الفلوس ديت واستلم الريسيت ده. في امين خزنه مضى هو كمان ان هو استلم الريسيت، فبالتالي بقى معايا دوكيومنت او ايفيدنس اللي هو بيقول ان الكلام ده مظبوط. والقيد الثاني مثلا اشتريت معده، فالاكويبمنت دي اشتريتها بفاتوره، جبت كذا عرض سعر، جبت مثلا مين اللي كان عايز الاكويبمنت ديت، فكل الحاجات دي بتترفق مع القيد رقم 2 ده. برضو في تاريخ اهو، يوم في سبتمبر 1 اشترينا اكويبمنت ودفعناها كاش، فاشترينا الاكويبمنت ب 7000 ودفعنا الفلوس دي كاش، اهو بيرشيز اوف اكويبمنت فور كاش، وكتبت الاكسبلانيشن بتاعي. يبقى عرفت ايه اللي حصل، الاكويبمنت زادت والكاش قل، الاثنين في الاسيتس، بس الاكويبمنت زادت فجت ديبت، والكاش قل فجه كريدت. فده كده جورنال انتري. سامبل اند كومباوند انتريز. طب ايه في فرق ما بين السامبل والكومباوند انتريز؟ سيمبل يعني هو بيتكون من حساب ديبت وحساب واحد كريدت، انما الكومباوند يعني ايه، يعني انا عندي اشتريت اكويبمنت ب 14000، دفعت جزء منها كاش فالكاش قل وبقى عليا التزام بالباقي، فده اسمه كومباوند انتري. كومباوند انتري يعني ايه، يعني القيد بيبقى فيه اكتر من حسابين، حساب واحد حسابين بس يبقى ايه اسمه سيمبل، انما كومباوند يعني اكتر من حسابين، ممكن 3 4 5 10، ده يبقى اسمه قيد كومباوند. كومباوند يعني ايه، بيبقى قيد مكون من اكتر من حساب. يبقى انا اشتريت معده، دفعت جزء منها كاش 8000 وعليا التزام لسه اكونتس بيبل ب 6000، يبقى انا كده فهمت من القيد ان انا برشيز تراك فور كاش وذ بالانس اون اكونت ب 6000. يبقى انا كده فهمت القيد، وسجلت برضو بالتاريخ وسجلت كل حاجه.